السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو جميل جدا. هنعمل مع بعض قشطة الافران او نواعم الافران بطريقة سهلة وبسيطة، والمقادير اقتصادية جدا جدا. من نص كيلو دقيق هتعملوا اكبر كمية، من غير بقى حليب ولا زبدة ولا عجن ولا تخمير ولا اي حاجة. يعني في 10 دقايق كده هتلاقي نفسك محضراها. سهلة وبسيطة، وانا متأكدة ان شاء الله ان انتوا بعد الفيديو ده هتقوموا تجربوها وهتعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير هنعملها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نحضر العجينة. معايا كوباية من المية الدافية يعني 200 مللي. هضيف عليهم معلقة صغيرة مليانة من الخميرة الفورية او الخميرة البيرة يعني 6 جرام، ولو الجو بارد حطوا 10 جرام من الخميرة. بعد كده هضيف معلقتين كبار من السكر حبيبات يعني 30 جرام. بالمضرب اليدوي بقى نقلب كويس جدا لحد ما السكر والخميرة يدوبوا معانا. ولو انت شاكه في الخميره بتاعتك تقدري بعد ما تدوبي السكر والخميره بتغطيها بكيس وعليه فوطه، وبتسيبيها من 10 دقايق لربع ساعه. اول ما تلاقي كده عملت فوم من على الوش يبقى هي كده شغاله الخميره. لكن انا واثقه في الخميره بتاعتي فبشتغل بيها على طول. مجرد ان انا بقلب كده اول ما بيظهر رغاوي زي ما احنا مش شايفين كده يبقى الخميره بتاعتي شغاله، فمش محتاجه ان انا اختبرها. بعد ما دوبت السكر والخميره هبتدي ان انا اضيف نص كوبايه من السمنه السايحه يعني 100 جرام. حابين تستبدلوا السمنه السايحه بسمنه على زيت زي ما انتوا حابين، ايه اللي موجود عندكم حطوه. بعد ما بنزل بقى كده كل كميه السمنه بقلب بس لمده دقيقه مش اكتر من كده. عايزه لكم ريحتها حلوه جدا جدا. بعد كده هبتدي ان انا اضيف المواد الجافه. معايا نص كيلو من الدقيق، ده دقيق لجميع الاغراض اي نوع انتوا حابينه، وطبعا نكون داخلينه كويس جدا. والكوبايه المعياريه يعني 4 كوبايات. هضيف عليهم رشة من الملح ونبتدي بقى ان احنا نعجن العجينة. هبتدي دلوقتي ان انا الم العجينة بس مش هضيف اي سوائل غير الاول لما اشوف اذا كنت هحتاج تاني مية ولا لا، لان طبعا نوعية الدقيق بتختلف من مكان لمكان، في دقيق بيشرب سوائل ودقيق لا. شايفين العجينة لسه معايا ناشفة وملمتش، كمان لسه في دقيق. فحضرت معايا ربع كوباية من المية الدافية، بس بنزل بيها معلقة في معلقة. ما تزودوش المية كتير لان هي مش هتاخد مية كتير، بس برضو ده على حسب نوع الدقيق. وزي ما انتم ملاحظين كده انا بنزل معلقه في معلقه. طب لو انت اول مره بتعجني او بتعجني عادي والميه زادت معاكي زودي معلقه دقيق. ولو حسيتي ان العجينه ناشفه معاكي زي ما حصل كده معايا دلوقتي يبقى زودي معلقه ميه. العجين سهل جدا. زي ما انتم ملاحظين كده بنزل معلقه في معلقه. هي خدت معايا تاني 4 معالق كبار. انا ما استخدمتش الربع كوبايه كلها دي كده الميه اللي اتبقت معايا، يبقى انا كده استخدمت كوبايه زائد 4 معالق كبار من الميه. انا عايزه عجينه طريه لكن في نفس الوقت مش بتلزق. عجينة القرص لو ناشفة معاكوا هتلاقوا القرص طلعت كده معاكوا ناشفة ومش حلوة، احنا عايزينها تكون قرص طرية. بحطها بقى كده في الطبق واسيبها ترتاح لمدة دقيقتين 3 قبل ما بعجنها. بتخلي العجن سهل جدا وما بياخدش معاكوا اي وقت ولا مجهود، وما تحسيش كده ان انت تعبتي وانت بتعجني. بعد ما ريحتها ابتدي بقى ان انا اعجنها كده على الرخامة لمدة 5 دقايق مش اكتر من كده. ما شاء الله العجينة طرية وممتازة وحلوة جدا. الاول هتلاقوا سطحها كده منحكش وشكله مش حلو، بص بعد العجن بقى املس كده وناعم بجد، عجينة تحفة. هبتدي بقى ان انا اكورها وبفردها كده فردة بسيطة على الرخامة وبغطيها بكيس وعليه فوطة وبسيبها بس ترتاح 10 دقايق. انا مش بخمرها نهائي، يعني مجرد ان احنا هنقرصها دلوقتي ونقطعها هتلاقوها بتبتدي ان هي تخمر، فانا مش محتاجة ان انا اخمرها في الاول. يبقى اغطيها كده بكيس وعليه فوطة زي ما اتفقنا واسيبها ترتاح 10 دقايق مش اكتر من كده. العجينة ارتاحت معايا هبتدي ان انا اقسمها. بس اهم حاجة ما تنسوش ان انتوا تغطوا العجين، لان العجين لما بيتعرض للهواء هتلاقوه كده عمل طبقة من القشرة، والنتيجة مش هتكون حلوة خالص وهتغلبكوا كده وانتوا بتشكلوها. قطعت بقى كده حتة بالطول. الطريقة دي سهل جدا، بتسهل عليكم ان انتوا تقسموها بكل سهولة، واعملوها الحجم اللي انتوا عايزينه، كبير صغير وسط زي ما انتوا حابين. انا النهاردة هعملها صغيرة كده زي اللي بتتباع في الافران. ما شاء الله بصوا العجينة ممتازة. ولو عندكم ميزان اعملوها بحجم 25 جرام. باخد بقى كده القطعة وابتدي ان انا اكورها بالشكل ده. لازم نقفل عليها من تحت كويس جدا. لو حسيتوا ان في عجينة كده يعني كبيرة عن حتة فابتدوا ان انتوا بالنظر خدوا منها، يعني انا حسيت ان العجينة دي صغيرة فخدت حتة من العجينة التانية. وهبتدي كده ان انا ادمجها مع بعض كويس زي الكرة. ولازم يا جماعة مهم جدا لازم نقفلها من تحت كويس، لان انتوا لو مقفلتهاش كويس من تحت هتلاقوا القرص بعد التسوية من تحت كده التسوية بتاعتها مش حلوة، وهتلاقوها كده مبقعة بقع بيضة وفي فراغات، فالنتيجة مش هتكون حلوة. فلازم نقفلها كده من تحت كويس جدا.
بعمل بقى كده كل القرص بنفس الطريقة. اهم حاجة لازم نكون مغطين العجينة واحنا شغالين علشان وشها ما يعملش قشرة، علشان بعد التسوية يطلع كده سطحها ناعم. مجرد كده ان انا خلصت كل العجين هبتدي ان انا افردها على طول، مش هريحها ولا اي حاجة، لان مجرد واحنا بنشكلها هي كده ارتاحت وهتحسوا ان هي خمرت شوية. باخد العجينة ومش بدهن اي حاجة على الرخامة، وببطن ايديا كده بفردها فردتين تلاتة. انا عايزة سمكها وسط، يعني ما يكونش رفيع قوي علشان ما تنشفش معاكم بعد التسوية، وبرضه ما يكونش تخين لان هي لسه هتخمر حجمها بيزيد، كمان لما بنيجي نسويها حجمها بيزيد. بصوا ما شاء الله سطحها ناعم وحلو جدا. حطيتها كده بقى في الصواني ومش بدهن الصينية اي حاجة، لان هي ما شاء الله فيها كمية حلوة جدا من المادة الدهنية، بس بنظبطها كده عشان تكون يعني واخدة شكل الدائري. بصوا ما شاء الله العجينة ممتازة. وطبعا بنسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية. العجينة ما شاء الله ولا بتلم معايا ولا بتكش ولا بيحصل لها اي حاجة، ده عشان المقدار مظبوط، وكمان ريحناها الوقت المناسب. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ بجد تحفة. بعد كده هبتدي ان انا اخلص كل الكمية بنفس الطريقة وهخمرها. انا بخمرها ازاي؟ انا بدخلها فرن مطفي ومش بشغله ولا اي حاجة ولا بغطي الصواني، وبسيبها في الفرن لحد ما تخمر معايا. هتلاقوا كده حجمها زاد شوية، تقريبا نص ساعة. ما تزودوش عليها فترة التخمير علشان يطلع لونها حلو كده زي ما شفناه مع بعض في اول الفيديو. وبرضو ما تستعجلوش عليها علشان تطلع معاكم كده هشة وطرية. هدخلها بقى كده الفرن تخمر، طبعا الفرن المطفي، ونرجع نشوفها كده بعد ما خمرت شكلها هيكون عامل ازاي. بعد نص ساعة كانت القرص خمرت معانا واتضاعف حجمها زي ما شايفين كده. اول ما تلاقوا حجمها اتضاعف نبتدي ان احنا نسويها على طول، ما تقعدوش اكتر من كده علشان بعد التسوية يكون لونها موحد زي ما شايفين كده ما شاء الله مع بعض. لو خمرت معاكم بزيادة هتلاقوا بعد كده اللون مش حلو، هتلاقوها حتة غامقة وحتة فاتحة. فاول ما تلاقوا حجمها اتضاعف كده وزاد ابتدوا ان انتوا تسووها على طول. بالنسبة للتسوية انا بشغل الفرن قبلها ب5 دقايق على درجة حرارة 200، وبحطها على الشبكة اللي في النص، تقعد من 10 ل 12 دقيقة. ولازم وقت التسوية كل شوية، يعني كل دقيقتين تلاتة كده نلف الصينية عشان تاخد لون من كل ناحية واللون كده يطلع موحد. ما تقعدهاش اكتر من 10 ل 12 دقيقة عشان القرص ما تنشفش معاكم. هتاخد لون دهبي حلو من تحت ومن فوق، هيكون لسه لونها ابيض. هنطفي الفرن ونحطها تحت الشواية، وهي تحت الشواية لازم نلف الصينية كل شوية عشان تاخد لون من كل ناحية. اول ما بتطلع من الفرن بنديها بخاخة مية وبنغطيها بفوطة وبنسيبها ربع ساعة عشان وشها يطرى. بعد كده ممكن بقى نلمع وشها بمسحة كده من الزبدة السايحة او السمنة السايحة زي ما انتوا حابين، بتديها لون كده ولمعة حلوة. شايفين ما شاء الله القرص طرية جدا، هشة وخفيفة وقطنية، بجد تحفة. ريحتها بقى مش قادرة اقولكوا عاملة ازاي. وما شاء الله من نص كيلو دقيق عملنا كمية كبيرة جدا، وطعمها بقى تحفة، لازم تجربوها. ولو انتوا الكمية معاكوا اتبقت تقدروا ان انتوا تسيبوها تبرد تماما، وبتحطوها في كيس وبتخرجوا منه الهواء وبتقفلوه كويس جدا وبتدخلوه الفريزر. وقبل التقديم بتطلعوها قبلها بربع ساعة، هتلاقوها فكت اكنكم بالظبط كده لسه عاملينها ومطلعينها من الفرن. اتمنى يا رب ان القرص الطرية النهاردة تكون عجبتكم. مقادير سهلة وبسيطة واقتصادية وعلى قد الايد، وان شاء الله تنجح معاكم من اول مرة. انا ما بغيرش المقادير ديت ومعتمداها. لو بتشوفوا قناتي لأول مرة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم مني إشعار بكل فيديو أنا بنزله. وما تنسوش اللايك وشيروا بقى الفيديو لكل حبايبكم عشان الكل يستفيد. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.